هل الطمع والجشع ممكن يخلي الإنسان يقتل؟ ومش بس يقتل، ده ممكن يخليه يخطط ويتخفى ويكذب ويبيع أقرب الناس ليه. تعالوا نشوف القصة بس من أولها. في قرية إنجليزية هادية اسمها كينجز أكرويد، تبدأ القصة بموت غامض للسيدة فيرار، أرملة سرية كانت بتعيش لوحدها. يقال إنها انتحرت، لكن الهمسات في القرية تقول إنه كان عندها سر خطير، سر بخصوص موت زوجها السابق. روجر أكرويد رجل أعمال غني وصديق مقرب للسيدة فيرار. جات له رسالة منها قبل وفاتها تقول له إن في شخص مجهول بيبتزها. روجر كان مصدوم، فيقرر يكشف الأمر، لكن بيلاقوه مقتول في مكتبه والباب مغلق من الداخل. هنا يدخل طبيب القرية، الدكتور جيمس شيبرد. هو أول من وصل إلى مكان الجريمة. رجل هادئ منطقي، بيعيش مع شقيقته كارولين اللي بتجرى ورا الشائعات في القرية. الشرطة تبدأ التحقيق، وبيعرفوا إن ابن أكرويد بالتبني رالف باتون اختفى في نفس الليلة. كل الأدلة بتشاور عليه، اختفاؤه ده بيأكد الشكوك. في اللحظة دي يظهر المحقق الشهير بوالو. بوارو مش بيعتمد على الأدلة بس، يبدأ في استجواب الكل. من فلورا أكرويد ابنة أخت روجر، كانت مخطوبة لرالف. جيفري ريموند السكرتير الشخصي، منظم ودقيق لكنه كان آخر واحد شاف أكرويد. باركر الخادم، يعرف كل أسرار القصر. السيدة سيسيل أكرويد أخت روجر، متسلطة تحب السيطرة. أورسولا بورن، موظفة غامضة، علاقتها برالف تثير الشكوك. السيدة روس مدبرة المنزل، صارمة، بتراقب كل شيء وما بتثقش بحد. بوارو يبدأ يجمع الخيوط، توقيتات متضاربة، أقوال متناقضة، أسرار دفينة ورسائل مجهولة. كل شخص في القصر عنده دافع، وكل واحد عنده أسرار مخفية. ومع كل خطوة يقترب بوارو من الحقيقة، حقيقة صادمة غير متوقعة. بس مين القاتل؟ ده مش مجرد قصة فيلم، ده واحدة من أعظم قصص الجريمة. فيلمنا هو The Murder of Roger Ackroyd، رائعة الكاتبة العالمية أغاثا كريستي. انتظرونا مع القصة الكاملة في الفيديو الجاي على قناتكم فيلم تو كليك. وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، وتقولوا لنا رأيكم لأن رأيكم مهم لينا. سلام.